سينما ورد الشفايف، سينما شهد الكلام، سينما والقلب خايف، سينما والروح روح. السلام عليكم. برنامج صفحات مفتوحة اليوم في سوسة. برنامج صفحات مفتوحة يفتح صفحة على ولاية سوسة في مجال الثقافة. اليوم معنا سي عادل ديقة، مرحبا به. وبيك عايش. غني عن التعريف. سي عادل مخرج وكاتب يعني مسرحي. تفضل سي عادل، عرفنا بروحك. اول حاجه تحيه لاذاعه اذاعه تي في سور صفاقس. تي في صفاقس، ورحب بكم. انا نقدم روحي، انا عادل، منشط اطفال ومنشط مسرحي وصانع محتوى. هذه باش نزيد نحطك في الاطار. بون، التجربه نتاعي كانت في السينما، تو عندها تقريبا 4 سنوات، اللي هي كانت في التجربه في الافلام القصيره. بون، لقينا برشا عراقيل، ما لقيناش تشجيعات، ما لقيناش الدعم المادي. ندعموا من الجمله الخاصه، بالكاميرا، من الاضواء، من والحمد لله عملنا مجموعه منيره من الممثلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. معنا السي طاهر المنوبي. مرحبا بكم الكل، ومرحبا بضيوفنا من صفاقس. طاهر المنوبي مكلف بتسيير شؤون مصلحة حفظ الصحة. بما أني كنت رئيس وحدة التثقيف الصحي وعندي الغرام الكبير بالكتابة وبصناعة المحتوى، ادمجت الغرام متاعي في العمل، وتلقينا كايكيب اني وخويا عادل وليكيب الكل، بما فاهم زوجتي اللي هي عفيفة عبيد، هي المسؤولة على المكياج ذا كوين بيوتي سنتر، وزاد فنانة. ولدي زاد دخلته في دومين تمثيل. بدينا بمسرح الشارع، بدينا بالانيماسيون مع خونا عادل، ليكلون، تنشيط الاطفال، ومن بعد دخلنا في دومين السينما القصيرة، واحتلينا من مراتب مشرفة الحمد لله على المستوى الدولي، فهمت، في الأفلام التوعوية. وتو الفكرة جديدة اقترحها أخونا عادل وتعمقنا فيها، فيلم اجتماعي يمس العلاقات الزوجية، والحمد لله إن شاء الله لقينا إيكيب باهية وشجعونا برشا. وإن شاء الله نلقاو التشجيع الكافي باش تكون ولادة مسهلة للفيلم هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. كذلك معنا سي حامد. سي حامد. شكرا. مرحبا بك سي حامد. مرحبا بك. مرحبا بتي في. تعرفنا بروحك سي حامد، قرب لنا شويه الميكرو. حامد بن خيرية، مدينة جمال، تكنيسيان سوبريور، عندي مدرسة تعليم سياقة، ألعاب فكرية وألعاب سحرية وإلى آخره. ومرحبا بكم. ونجم نقولوا الماضي نحب نجدوه، خاطر كنت قبل في سياسة رماتور. هذه فرصة باش نوقف مع أخويني ونعاونوا بعضنا، وإن شاء الله إن شاء الله نلقاو حاجة في المستوى نظهروها. وهذاك شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. معنا كذلك الياس الغزواني. الياس، مرحبا. ممثل. سي الياس، ماذا بيك تخزن الكاميرا باش يتعرفوا عليك. اكيد انت غني على التعريف، لكن عندك مده ما تظهرش. لا، مش عندي مده، انا قاعد نظهر. خدمت في برشا عمل، اهمها هي ضيعت محروس. اهم ضيعت محروس. اهمها ضيعت محروس، مش معناها ما ظهرتش. انا ديجا عملنا ولا خدمت في الوطنيه واحد، سلسله فارماسي. وعندي برشا عمل اخرى، كان في السينما، كان في التلفزه، كان المسرح. الحقيقه عندي مده ما خدمتش، الحقيقه ما ركزت برشا على السينما. اخر فيلم خدمته ماشي لجهنم مع اسمهان الاحمر، تعدى في ايام كرتاج سينمائيه. ايش حابين نقول لك؟ اخر برشا اعمال موجوده. يعطيك الصحه، بارك الله فيك. معنا كذلك
بنت سي عادل. معكم سوار جينجا، ممثلة سينمائية ومسرحية. بديت المسرح ملي أني صغيرة، بديت السينما عن تأثير الأستاذ حمزة بالحاج، بديت عنده السينما، علمني كيفاش الوقفة قدام الكاميرا، علمني برشا حاجات. توا ما عادش عندي حتى مشكلة في الوقوف قدام الكاميرا، ما عادش عندي حتى حكاية. كانت عندي تجارب سواء في المسرح في الأطفال سواء للكبار يعني، وكانت عندي تجارب سينمائية وتلفزية كيما الجاسوس كيما براءة كيما معاوية. وكنت خديت تجربة في سيت كوم كوميدي ووصلت فيه دور اللي هو دور هنيدة. الدور ذا اني عمري مش ننساه، اما مانيش نحكي فيه الموضوع برشا، لكن كما نقولوا في تونس فما برشا اقصاء للممثل، فما برشا اقصاء انه فما ممثله تم اقصائها. مانيش نعاود نذكر الموضوع، مانيش نذكر الاسم وكها، وان شاء الله ربي يوفقنا في الفيلم الجديد ان شاء الله اللي هو يطرح نتاع علاقات الزوجيه، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. يعطيك الصحة أختي. عايشك. نمر الميكرو. السلام عليكم، مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بيك زاد. محمد أمين منوبي، ممثل، مثلت في برشا أفلام مع سي عادل وبابا طاهر منوبي، والحمد لله نجحت هالافلام، ومنهم افلام وصلت المرتبه الثانيه على الصعيد الوطني، على مستوى العالم معناها، ومستوى الجمهور وكله. ان شاء الله الفيلم الجديد يعجبكم شكرا. يعطيك الصحة. سناء العامري معاكم، ممثل أول مرة معناها في التمثيل، أول مرة في التمثيل. الأخت عسامة، مرحبا بكم الكل. إيمان العمري من سوسة. هذا هوايتي التمثيل من صغرتي يعني. شاركت برشا عروض يعني دار شباب في المسرح، كانت عندي تجارب مع الأطفال زادة في الروضات في التنشيط، وتلقيت يعني عرض من سي عادل وسي طاهر المنوبي بالفيلم الجديد ان شاء الله باش نمثلوا فيه، ان شاء الله ربي يسهل فيه ان شاء الله يا رب. باهي نبدا معك انت سي طاهر. سي طاهر، خلينا نبداو بالفيلم هذا. اليوم عاملين كاستينغ، تختاروا في الممثلين. خلينا نرجعوا من الاول، نرجعوا للفكره، نرجعوا للكتابه. به هي قاعدين في قهوة كالعادة أنا وخويا عادل، اقترح عليا موضوع ما تمسش قبل، ما حكاوش فيه قبل، فهمت؟ كتبت على أساس مش نخدم على كور متراج. لقينا شركة شجعتنا، لا هي مش تتبنى الفكرة، مش تسوقها، مش توزع، مش تتبنى الناحية القانونية. شجعوني على الغوص في أعماق القضية الاجتماعية هذه اللي نعيشها في تونس، وكتبت مشاهد ولات عديدة، ولا فيلم لون متراج وساي. وبتشجيع نعاود من الشركة هذه حددنا موعد الكاستينج على أساس مش نخدموا كاستينج معناها في أمور في ركح مسرحي كل. وجاو الأصدقاء جاو من كل بلاصة، معناها الإقامة أمورنا مريقلة واستقبلناهم، لكن ما رانا إلا الصدمة اللي هي للأسف الكلام في تونس كل شيء كلام. الشركة في آخر لحظة ما لقيناهاش، ما استجابتش، وكان كلام في الفراغ، واضطرينا باش نجريو ونلقاو حلول. وفعلا اجرينا الكاستينج، فهمت، في بقعه عامه وحديقه عموميه، فهمت. هو المخرج نتاع العمل. قبل كل شيء سي عادل، العمل هذا حسب ما قريت انت السيناريو قداش باش يكون يعني الوقت نتاع الفيلم تقريبا؟ مدة الفيلم باش يكون على حسب تقريبا ساعة. باهي باهي خويا رانا نقصي. اعطينا تو شنو اللي تعرضتوا له من المعضلات من المشاكل؟ برشا حوايج من بدايتنا لتو. بون فما عباد قاعده تضرب في الهواد، انا هاوي راهو مانيش معترف، واضح. انا قاعد نتعلم السينما راهو، حكم خونا الياسي قاعد هو زاد يعلم فينا راهو،
ولا احنا قاعدين نتعلموا من الياس ومن بعض الاطراف. ونحب زاد من هنا من المنبر نحب نحيي خونا حسن عليلش اللي هو ناقد سينمائي. ايوه. وبصراحه قاعد يشجع فينا. وهو كلمه يقولها لي سي حسن، يقول لي سي عادل الرخله، قال لي اخدم واحنا معك. اما مش تخدم واحنا معنا، اين الدعم؟ لان نقولوا اين الدعم؟ ما لقينا حد يدعمنا. انت سامحني سي عادل، قبل ما باش ما نتجاوزوش الاحداث، انت قبل كل شيء عملت افلام قبل؟ عملت افلام. الافلام شاركت بهم تعرضوا، نرش احكي لنا شويه على الافلام اللي عملتها. انا اول تجربه كانت لي في فيلم اللي هو فيلم اسمه قلب الفيستا. فيلم بون هو نقد اجتماعي وفيه شويه من الفكاهه. بعد كاش بحكم هذاك الفيلم ريته انا نجح شويه. جاتني تجربه اخرى اللي هو عملنا ولا انا قلنا طارق العاده، عملنا في قاعده في هوا. جات فكره باش ندخل في حبينا باش ندخل في مهرجان تيفس للافلام القصيره اللي دخلنا بفيلم دياليز ودخلنا بفيلم حلقه قلبي. فيلم دياليز من اخراجي وفيلم حلقه قلبي من اخراج خونا طاهر. بون الفيلم حلقه قلبي اللي هو نال جائزه الجمهور المرتبه الرابعه. بون السنه خلونا في فيلم اخر افلام اخرى اللي احنا دخلنا ب 4 افلام اللي هما فيلم هلوسه، فيلم قصيره افلام قصيره اللي هو فيلم زوبعه، فيلم تحدي، وفيلم التاه. وعندنا فيلم اخر اللي هو السدايا. فكره حتى واحد نخدمها. بديت انا وخويا طارق قعدنا في قاعده في قهوه كيما هكا، بدات الفكره بحكم كما قال سي طاهر. بديت الفكره وبدا سي طاهر يكتب في النص، تعمق في النص، والحمد لله وبدينا نخدموا. وهكا جيت لحظنا اليوم وريت جيت وصورت الكاستينج، ويعطيكم الصحه كان حاجه هايله برشا. جو عائلي قبل كل شيء، هذه اللي نحييكم عليها بالفعل. معناها دخلتوا الناس اللي اول مره جاي باش تمثل. انا اللي لاحظته واللي شفته ان الناس دخلوا في الجو، لقاو واحد في عائله فعلا بالحق. يعطيكم الصحه. به نحب بالله سامحني رساله من هنا بالله يا سيد الوزير، وزيرة الثقافة، بالله لهوة بالشباب، خاصة الشباب. احنا رانا قاعدين نكونوا في اجيال صاعدة، بالله لهوة بالشباب هذوما. راهي سوسة، راهي ثقافيين، راهي مدفونة. بالله خلي هكا رجال الاعمال انتم بدأت تحكيوا معاهم. هذه ماذا بينا خلينا باش احنا رانا متنا، رانا ولينا. انا تصدقني البارح نبكي بالدمع، هبط دمعتي نبكي. كيفاش شركه انتاج بالوعود الفارغه. بالله راقبه، ونحب زاد مراقبه بالله من هنا من مراقبه لشركات الانتاج المتحايلين اللي قاعدين يتحايلوا على برشا عباد. فما زاد شركات انتاج اللي يعملوا كاسينج. خويا فؤاد حق معلومه هذه، ننصح الشباب بالفلوس، ردوا لكم تمشوا كاسينج بالفلوس. انا هذه دعوه لسيد الوزيره، كان السيد الوزيره هنا تستطعم فينا، نحبوها تقول تتلاعب بالشباب وتتلاعب بينا بالله، تتلاعب بالثقافه خاصه في سوسه وزاد وصفاقس والمهديه. راهي هذه منسيه ثقافيا. هذاك علاش احنا قاعدين في سوسه هنا قاعدين نكونوا في اجيال، وهذه هي رسالتي سي فؤاد. الصحه بارك الله فيك. ناخذ معنا سي الياس. ما نعرفش اذا كان سي الياس مخرج ثاني او مخرج مساعد في العمل. لا شو انا اوصل لي انا خاطر ديما نخدم في البرو، خاطر مانيش دخلت توا للسينما برو. انا نعاون في خياني لا اكثر لا اقل. عادل كلمني وكلموني ما جيت نعاونهم باش نعاونهم بلوس الكاستينج، فهمتني؟ واضح. خاطر انا ديجا وجهوا لي دعوه في فيلم طلياني ان شاء الله بعد راس العام باش نخدم فيه مع كارتاجو مع طارق بن عمار. دونك جيت نعاون فيهم با بلوس جيت نعاون فيهم وكاو نعطيهم فكره على الكاستينج. نعطي فيهم فكره على الكاستينج كيفاش البروفيل تاخذوهم من خلال النص ومن خلال ليماج تظهر على نضرب البروفيل يعطي ما يعطيش. هذه ثم التقنيات تاع الكاستينج. كاو انا وخياني هذوما معناها انا قاعد نحب نقول لك حاجه يا عاد. انت ونسمع فيك تحكي بكري انت والطاهر اللي يكونوا عملتوا 4 افلام وما يشجعوكمش. ثم شكون فيلم قعد يضرب فيه 7 سنين باش خرج 7 سنين. اللوميتراج 7 سنين معناها قطعه فيلم قطعه نتاع انيس الاسود
اللي هو برو 7 سنين باش يخرج فيلم. تعرف معناها 7 سنين باش يخرج فيلم، معناتها انتم هاكم سمعتكم تبارك الله هو على بعضه، معناها ثم شكون يكتب سيناريو يقعد عامين فيه باش يخرج سيناريو بتاع فيلم، عامين باش يخرج سيناريو وعنده تقنيات، معناتها فيلم مصور على الورق ديكوباج تكنيك والحكايه هذيك الكل، فيلم معناها وقت اللي يشد المخرج هكا قدامه يقرا فيه قدامه في فيلم متعدى على الورق، بعدين يصير التنفيذ. ثم الديكوباج تكنيك، ثم بلانات، لي بلان اللي يصيروا من بعد في حكايه التصوير وكذا، بلان جينيرال، بلان مويان وسي تسويت، ما بلانات هذوك يعني انتم تسموها حاجه هي لك تقولوا عملنا 4 أفلام معناها في ظرف وجيز دي كور متراج ولا حتى بينهم كيف لانه راهو احنا تو في عصر الصوره، ليماج عصر الصوره، معناتها الحمد لله بارابور غيركم هذا الناس الاسود بالبحث تاعو بالدبلوم تاعو بشركته وكذا واضح يعطيك الصحة. إذا معنا ضيف سي حامد. سي حامد متواجد مع الكيب هذه السمحة المزيانة هذه بصفة مشاركة معهم إن شاء الله من المساهمين المشجعين. نحس بالتعليق متاع الإخوة أو التضرر على الحس اللي يحسوا به. احنا في تونس عندنا شعار نقوله كي شيرش تروف، أما الحلول موجودة ولذا نصبروا شوية وما نعجزوش. عملوا أفلام وقاوا عراقيل ثم تمت الأفلام، وهكذا سيصير بالنسبة إن شاء الله. الحلول متوفرة، الإصرار والعزم والخدمة، وهو كذلك. شكرا. نعود نرجع لك سي طاهر. خويا العزيز تفضل. سي طاهر، خلينا نحكيو على ولاية سوسة والمشاكل اللي صايرة في المجال الثقافي ككل، حسب تصورك، حسب رؤيتك. والله اني حسب ما شفت وحسب حتى العمل متاعي في التثقيف وفي زاد هواياتي كمسرح وسينما، نلقى برشا اطفال، نلقاو برشا معناها هواة للاسف مشتين، كل واحد في شيره، ما عندناش فضاءات تجمعنا. بدينا من الاول في فكره نتاع كلوب سينما، لكن ما دامش تشوف في قاعدين في بيرو متهالك قديم، معناها ظروف تعبة، وبالرغم هيك تصور يجيونا من جمال، يجيونا من المستير بخلاف سوسة، ويجيو يحضروا عطاهم برك باش يسمعوا كل مخرج شنو مش يقولوا، باش يقيدوا شنو معناها بلان وشنو معناها كاميرا وشنو معناها. تحس فما شوق كبير فهمت باش يتعباو ويتملاو ثقافيا في الميدان، من التنشيط الى المسرح الى السينما. بون انا نكون مسرحي قبل ما نكون سينمائي. راهو سينما قاعد نتعلم ونتعلم زاد بالشباب. هذا يساعد والله. الشباب اللي اليوم في التنسيق الوقاع ريت الشباب ما شاء الله عليهم ابدعوا والله، قاعدين نكونوا، قاعدين نأسسوا في اجيال. هو ماشي يهزوا المشعل بعضنا. به كما قلت، كما قال خويا طاهر زاد، اللي الشباب هذايا محروم، شباب حملوا الفيسبوك. احنا ماذا بينا نحبوا يولي قريب لينا، ماذا بينا هكا نتلموا، نلقاو فضاء ثقافي، حاجه شكون يتبنانا احنا يتبنانا كمجموعه كامله. هذا هو شنو نحب نضيف خويا فؤاد. وان شاء الله خويا ربي معانا، وان شاء الله ربي يوفقنا. احنا مانيش باش باقي مواصلين في الحلم نتاعنا ومع الشباب، نحلموا معاهم وهم يحلموا معانا، وان شاء الله ربي معانا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. الياس، لو كان وجه لك نفس السؤال اللي وجهته سي عادل، مشاكل الثقافة في ولاية سوسة، المعضلات، أهم المشاكل. أظن لي هو اللي حكاها عادل، راهي المعاناة هذه مش معاناة، هي ما هذه مشكلة في سوسة بركة، في كامل ولايات تونس
معناتها ثم مشكل بالحكايه هذه، الناس تحب تطلع وتحب تظهر ومغرومه، ما لقاوش سبيل باش يطلعوا. شو يطلعوا؟ شو معناها يطلعوا؟ حتى ثم النوادي بارتو في مندوبيات الثقافه والمركبات الثقافيه، ما ثم النوادي المسرح وثم اللي كما قلنا السينياست اماتور بارتو موجوده. هو احنا المشكله في الشباب اليوم يحبوا يطرشقوا فيسع يحرقوا المراحل. فيسع من اليوم يبات يصبح مشهور في التلفزيون، يبات يصبح مشهور في الدرسنيه. احنا توا في عصر الصوره، تاثير تاع الصوره في العالم عندها تاثير خاص على الجماهير، ويشوفوا توا على خاصه الاعلام التونسي توا معناها اللي هو مالوغوزمون في اسوء مراحل، في اسوء مراحله معناها. يشوفوا في ناس يسموها كما البلطي اسمه يسموها الراب ويسموه في الدرسنيه وتشهروا ولات عندهم جماهير من لا شيء. ساهمت معاهم وسائل الاعلام ظهروهم واحد وكذا، ماهوش معقول. شباب كي راكاك يقول لك شو ناقصني انا شنو نظهر كي هكاك، وفي الريزونمون نتاعو عنده الحق، يقول لك كذا ما عندوش مستوى وظهر معناها راب وجمهور وفلوس والراجل معناها وكما تسمو ولو شم ضرب على بدنه. هذوك ولاو قدوه اليوم في تونس للاسف. معنا من اللي كنا نحكيو على مفكرين شيء كبير خرجت مع مشادلي القليبي وبشير بن سلامه والمسعدي، ومعنا نشوفوا مشيره اخرى معناها نلقاو فاضل الجعايبي في المسرح، ونلقاو معناها شوق المازري الله يرحمه في السينما. اليوم نلقاو الراب ودرشو يسميوهم هم، والله لا نعرف حتى يسميوهم، فهمني، ولو قدوه في القدوه معناها شيء معناها مخك يقف. شكون ساهم فيه هذا؟ الاعلام. في حلول، اعطينا الحلول. الحلول يلزم المدرسه ترجع للوضعيه نتاعها الطبيعيه، ودار ثقافه ترجع للوضعيه نتاعها الطبيعيه، يعلموا العباد مش تقتلوا العباد. رجع للسيني كلوب، رجع نوادي المسرح كما يجب، رجع المبادئ الاولانيه اللي تعلمناها جيلنا احنا والجيل اللي قبلنا. شباب المدرسيه فهمني، باش تبدا تربي من تو باش تلقى الاجيال الجايه مريقله. التوا الموجودين هنا توا الناس الشباب ننصحهم نقول لهم يا ودي راكم غالطين، الثنيه راهي هذيك غالطه، شدوا الثنيه الصحيحه. مغروم بالفن، من حقك باش تمارس، من حقك هذا حقك، والدوله لازمها تشجعك وتوفر لك اللازم باش تشجعك انت كشباب. واذا كان عندك موهبه بالحق تستحق انها باش تولي الدوله تسمى المنتجين نفسهم. واحد وكذا دور بطوله، وشفت لها واحد من هون معناها ماديه معناها، وكان رائع. معناتها الفرص تتوفر اذا كان توفرت الاراده السياسيه، الاراده الثقافيه، واراده الوالدين زاده. يا ودي كي تراه انت واحد وليد برا معناها منوع، المشكله من الوالدين والمدارس، بحيث نقول لهم برشا صبر، لازمكم تصبروا الشباب، لازمكم تصبروا ولهم كتبوا ربي تطرح. واضح. شوف انا نحب نسالك على البناء اليوم، تحكي على الشباب وتحكي على الجيل الجديد هذا، يلزموا بناء، يلزموا احاطه. اي باهي. اليوم اللي يحضروه واللي يشوفوه انه ولا يعني الناس كل تبني، اللي يعرف واللي ما يعرفش، التكوين الناس كلها تتكون، الناس كلها متكونين. وهذه مشكله، هذه مشكله كبيره برشا. انا نقولها ديما للاولاد نتاعنا الكل، برا تكون، برا تكون. انا توكي نحبك تنصح الشباب وين يتوجه للشيء اللي يحبه. لا قصدي انا مثلا في التمثيل، باش يتكون في التمثيل، باش يدير ثقافه. اللي نراه انا اليوم انه التمثيل برشا يحلوا ديار خاصه ولا باش يدخلوا الجلوس، واش ترى ماهوش مكون اصلا. اي نجم يكون ممثل صحيح. ما هو هنا يلزم الدوله تقف بحزم هنا الجماعه هذوما، حتى كنت قبل الدور الثقافي اللي قايم بالواجب هذا صحيح، وتجيب ناس مكونين يستحقوا معنا بشهادهم يكونوا. اما هذا حل جراج، اعمل تكوين، يلزم الوزاره تقف، انا لازم تقف.
ما حقش حل الواحد عنده ترخيص، هو ما عندوش ترخيص، معناه كلونزيستان نقول احنا. لا ما نجمش نورمال ما ياخذش ترخيص الا ما يكون هو ما عندهمش حق في ترخيص، هذوما كلونزيستان معناها ما موافق بهم حتى حد. الوزاره هنا لازم توقف، والولايه لازم توقف، معناها والبلديه لازم توقف، لازمهم يقفوا، ويلزم المدرسه ودور الثقافه يسترجعوا المكانه بتاعهم الطبيعيه. ما تكونش الفلوس، انا دار ثقافه ثم جمعيه مسرح وثم جمعيه سينما موجوده، مش تكون غادي بلاش فلوس يتكون. اليوم انا كيف توا مثلا احنا نحكوا على السينما، ثم برشا ناس حتى كاميرا قاعد يمسها، قالوا شو؟ قالوا انا سينمائي. باش سينمائي؟ ايش؟ تفضل اخويا احكي لي على السينما، احكي لي على لي بلان، شو هما لي بلان تاع السينما؟ شنو معناها بلوس دو في؟ شو معناها بلوس دو في؟ تفضل. واحد ما يعرفش يفسر لك حتى تيوريكمون، ما نجمش معناها تيوريكمون معناها ما نجمش يفسر لك بلوس دو في. شو معناها؟ ما يعرفش. شو يا اخي نصور عرس انا؟ باش يصور عرس راهو فيلم، راهو فيلم. هو حتى اللي يصوروا في العراس وتلقى بلوز موا متكون شويه هيك بلوز موا في حدود الامكان معناها. انا باش نعاود نرجع لكم، حبيت ناخذ الضيوف اللي معنا وبعد باش نعطيك كلمه ختام. هاي تفضل ما تسالش كلمه. انت جالس بارك الله فيك تحت موضوع مزيان برشا. من هنا من خونا فؤاد مشيت باش نعمل قهوه، جاني صديقي ضيف باش نعمل قهوه انا وياه، دخلنا المقهى نلقاو كلاب دي شون عاملين ميوزيكال. هذا اللي جماعه المقاهي ولات حصه راكب. دخلت اخويا باش نعمل قهوه على واحد باش نعمل قهوه وكاسه. مرة عيني جاتني باتات حسنا مسيو قالت لي 10000. شنو؟ قالت لي انت 10 وصاحبك 10. واه قالت لي خاطر الكلاب دي شون. لا يا اخويا نحب نعرف انا كيفاش المقاهي هذوما ولا تدخل اي مقهى تاخذ كلاب دي شون يقول لك اقطع الفلوس. انت تو جاي باش تشرب قهوه ب 5000 ولا 3000 وزيد تدفع معها 10000. هذا هو نقول انا الدوله والفنان هذايا ولا صاحب المقهى كيفاش يحل الفضاء هذايا؟ اين المراقبه؟ الساده المشاهدين نحب نقولوا انا منا ضد المقاهي، منا ضد الانتصاب الخاص، بالعكس نشكر برشا صاحب القهوه اليوم اللي اعطانا الفضاء الصغير هذايا بارك الله فيه. قهوه جوزيف في شارع الجامع الكبير في سوسه. مشكور. نرجع نحلوا قوس مع الشباب. سوار جيجا تفضل. شكوني سوار جيجا الساعة قبل كل شيء؟ سوار جيجا ممثلة سينمائية ومسرحية هاوية. مازلت قاعدة نتعلم في برشا حاجات. اني في الدومين هذايا ملي اني صغيرة بديت الدومين. اني بنت دار ثقافة. اني بنت دار ثقافه حلت لي، هي اللي حلت لي الباب، هي اللي حلت لي اني باش نكون يعني ممثله. تو اني ما عادش نخاف من الكاميرا، اني وليت قدام الكاميرا نعرف كيفاش نتصرف، نعرف كيفاش نمشي. اني نحب ننصح الشباب اللي كيفي نقول لهم برا للمسرح، يعني مش طول تمشوا للسينما، راهو المسرح هو اللي يكونك، هو اللي يخليك معناتها عندك الثقه في روحك. على خاطر اني بديت عند محمد دغمان، وبعد بديت عند سفيان شبيل هو اللي علمنا كيفاش ننطق كيفاش تخرج الكلمه من فمك، كيفاش انك تحاول كيفاش تخرج السنتيمون نتاعك بالكريماس نتاعك، كيفاش المشيه، كيفاش الجايه. يعني المسرح مهم برشا، وحتى يبعدك على برشا حاجات خايبه. المسرح حاجه باهيه. ومن بعد نمشيو للسينما كما قلت لكم. اني عملت السينما عند الاستاذ حمزه. والله هي كلمه برك شو نقولها، دعوه من المنبر هذا الى شركات الانتاج اللي عنده رغبه باش يدخل معنا في هذا المشروع. نص حاضر، ممثلين حاضرين، اكيب كامل حاضر من تكنيك. احنا تحت الطلب اللي يحب يجي معنا خويا مرحبا به. دعوه الى شركه الانتاج. بالله تلهوا بالفن، بالله تلهونا بالفن شوي. شكرا، يعطيك الصحة سي الياس. كلمة الختام باش نجم نقولوا انا في هذا كل حكايه بون كوراج للناس الكل، وننصح الشباب قبل هذا الكل يمشي يتكون في المجال اللي يلقى فيه روحه، مش كان سينما في اي مجال. وكما قال الرجال يعطيه الصحه، الايمان قضيتك وبحكايتك يلزم العزيمه والاصرار، مش في مجال تبخوا وتطيحوا.
اما تكون اعمل باز لروحك، ثقافه لروحك باش تعرف روحك واش قد تعمل. بون كوراج للناس الكل. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، بون كوراج للناس الكل. بين ايديا صرت مش عارف يا روحي، انت روحي بين ايديا ولا انت حتى انت سينما.